السياحية في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث العرض الأمني ومواكبة وتأمين النشاط السياحي عبر توفير وسائل لوجستية حديثة وجديدة. إيمان سلاوي وسعيد ناجح. فرق الشرطة السياحية بمدينة طنجة تشرع في العمل بمعدات جديدة وزي وظيفي جديد بسيارة تحمل الهوية البصرية الجديدة التي تتقاسم مجموعة من المميزات التعريفية مع باقي سيارات الأمن الوطني، مما من شأنه أن ييسر مهام هذه الفرق. فمدينة طنجة تعرف توافد عدد من السياح من داخل المغرب وخارجه لزيارة المدينة العتيقة وعدد من المعالم الأثرية خاصة في فصل الصيف. جيت من ايطاليا، كنشكر كثير المجهودات اللي كتعملهم الشرطه السياحيه والشرطه الامنيه بالنسبه للاستقبال ديالنا، وكيعمل مجهود كثير وكيعاونونا بزاف 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 اللي كنجيو هنا في بلادنا وكنحسوا براسنا في الامن. Thank you very much to the police here in Tanjeri. نحن نشعر هنا بالأمان، فجميع فرق الأمن تقوم بمهامها لاستتباب الأمن، ونحن كزوار تغمرنا السعادة. Very controlled. السياحه بدات كتزدهر في هذه المدينه بزاف، والان بدينا كنشوفوا بان كاين واحد الفرقه سياحيه جديده بمعدات جدادين، ودابا زاد السائح ملي كيشوف بان كاين الشرطه السياحيه كيزيد يفرح. ونحن قبل كانت طنجه معروفه بان السائح كيجي نهار واحد، ولكن دابا من توفرت الشرطه السياحيه بدا كيفطر بالامان ورجعوا كيبقاو اكثر من نهار واكثر من يومين هنا في مدينه طنجه. معدات لوجستية عالية الجودة تأتي في إطار تعزيز المديرية العامة للأمن الوطني للعرض الأمني في الفرق المتخصصة عموما في ظل الدور الكبير الذي تطلع به الشرطة السياحية لمواكبة وتأمين النشاط السياحي المكثف. وبخصوص هذه المعدات تشمل السيارات تحمل الهوية البصرية للمديرية العامة للأمن الوطني التي تشمل هوية تعريفية تحمل عبارة الشرطة السياحية، وذلك من أجل تسهيل تدخلات هذه الفرق على مستوى الفضاءات السياحية. كما أن الزي الوظيفي الجديد يحمل سترات ذات جودة عالية وشارات كتف، إضافة إلى صدريات عاكسة تحمل الهوية البصرية للمديرية العامة للأمن الوطني. من بين المعدات الجديدة التي تم وضعها أيضا رهن إشارة فرق الشرطة السياحية سترات عاكسة للأضواء عملية وعالية الجودة، من شأنها أن تسهل مهام الفرق وتدخلها بعدد من الفضاءات داخل المدينة. عملية مرحبا